الإفريقي لكرة القدم يواصل خرجاته الغريبة ضد الجزائر، يواصل خرجاته الغريبة ضد كل ما هو جزائري. حنا قلنا سيبون خلاص، مادام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عنده عضوية في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، زيد أيضا الاتحاد العربي لكرة القدم، حنا قلنا سيبون بالك يقعدوا ترانكيل. الجزائر تعامل ككل البلدان الأخرى رياضيا بطبيعة الحال نتحدث، لكن اليوم جوائز الاتحاد الإفريقي، جوائز الكاف الخاصة باللاعبين ولا الخاصة بالمدربين، أقصت الجزائر كليا. لا فلاديمير بيتكوفيتش ولا اللاعبين الجزائريين المتألقين في الأراضي الأوروبية. كاين لاعب جزائري واحد هو مهاجم اتحاد العاصمة بالقاسمية السابق والحالي لأهل طرابلس الليبي، رشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة، يعني داخل إفريقيا. قال لك شغل لازم يرشحوه، بالك غلطوا فيه، بالك لياوي دير الاخر غلط فيه بالقاسمي، عم باتلو ليبي ولا عم 2025. الجوائز تضم افضل لاعب شاب، وكذلك افضل لاعب داخل القاره، بالاضافه الى افضل منتخب وافضل فريق ينشط داخل القارة الإفريقية. سعيد كناوي، ربما أول ملاحظة هي غياب الدولي الجزائري محمد أمين عمورة عن هذه القائمة. ألا يستحق محمد أمين عمورة هداف التصفيات على الأقل التواجد ضمن المرشحين؟ لكل حال لما نتكلم على لاعبين اثنين. نعم. عمورة أكيد هو رقم واحد، أن في معايير على كل حال هما ما ياخذوهاش من باب الصدفة، في معايير، ولكن حتى في المعايير في بعض التلاعبات. إذا كان نتكلم على التقييم على بعض اللاعبين، ناخذ كمثال احنا نقارن. نعم. مثلا لاعب بركان، لاعب مليوي اللي موجود في العشر المترشحين لنيل الجائزة. نعم. لما تشوف أنت لاعب مثل مليوي اللي يلعب فيه بركان، وتخلي لاعب اللي يلعب ما نقولوش جزائري، اولا هداف تصفيات كاس العالم، ثانيا يلعب في الدوري الالماني، ثالثا هداف الفريق في الدوري الالماني الاول، هنا نطرح بعض الاسئله. نعم. لان نقول هنا واضح ان فيه انحياز، فيه كما نقول احنا تلاعبات في حتى في المعايير. نعم. اذا نظن ظلم من جهه عموره، وظلم كبير. الظلم الثاني اللي هو لعب بالسبعيني اذا كان تقيسوا بالسبعيني يلعب في من احسن لاعبين، من احسن الفرق الموجوده في العالم، دورتموند. نزيد لا سيليكسيون، يعني انتقاء اللاعبين او اختيار اللاعبين. نعم. تبدا حتى في النوادي، لما انت نادي مثل مانشستر سيتي ممكن ثاني او اول او ثالث احسن فريق في العالم يختار لاعب اسمه ايت نوري. نعم. ما جابوش من باب الصدفه، يعني هذا اللاعب عنده مؤهلات، عنده مقومات، عنده امكانيات باش يلعب في المستوى العالمي. إذن اللاعب هذا مش موجود. لا أيت نوري لا بن سبعيني، وخاصة اللاعب عمورة. يعني نظن باللي في انحياز وفي ظلم خاصة عند اللاعبين الجزائريين. نظن هذه ممكن فيها حتى ممكن فيها يعني ما جاتش من باب الصدفة، هي ضرب استقرار أو كما نقول ذهنيات لاعبي المنتخب الجزائري اللي ممكن كانوا ينتظروا هذا الاختيار هذا ووجودهم في العشر لاعبين الأفارقة. نعم. سعيد كناوي، تحدثت لي على محمد أمين عمورة، تحدثت لي كذلك على رامي بن سبعيني وريان أيت نوري. الثلاثي هذا باعتقادك يستحق التواجد على الأقل في هذه القائمة؟ ربما صعب أنه يكون هو ينافس على الجائزة بشكل مباشر. احنا نتكلموا على 10، يعني لو كان تكلمنا على المنافسة، أنا لو كان جات لي ممكن أنا شخصيا. نعم. في الاختيار احنا ناس موضوعيين، ناس يعني عقلاء، ماناش جهال. حكيمي سي لو شامبيون، سي ان شامبيون دوروب مع فريقه. إذا نظن هو يكون بقوة، هو ومحمد صلاح يكونوا هما نظن اللاعبين الاثنين اللي يكونوا يتنافسوا على جائزة أحسن لاعب، أفضل لاعب، خاصة وأن حتى في الترتيب نتاعهم في اللي نايل لو بالون دور كانوا يعني في مراتب متقدمة، خاصة حكيمي ويليه محمد صلاح. إذا الأمور اندارت في الفيفا قبل ما تندار على المستوى الكاف. نعم. إذا أمور طبيعية. نعم. سعيد كناوي، فيه ربما تأثير على قرارات الكاف بخصوص هذه القوائم التي يعلن عنها طبيعيا بكل سنة؟ اكيد فيه تاثير. انا نظن تاثير. نعطينا المثال نتاع مليوي. نعم. مليوي بركان، لان بركان فايز كاس الكاف وبركان سر السوبر امام بركان سي القجع. دونك القجع النفوذ نتاعو في كونفدراسيون افريكان في الكاف، يعني كل شيء مرتبط، والامور تدخل بعض الامور ممكن امور
خارجه عن نطاق كره القدم، خارجه عن نطاق الرياضه. نعم. لان الجزائر، لان ضرب استقرار لاعبي الجزائريين، ضرب المنتخب الجزائري اللي راح بعد يستضيفوه بعد شهر او شهر ونص. اذا نظن هذه ما جاتش من باب الصدفه. هذا الشيء خلينا نتساءلوا ربما، ولا على الاقل نكونوا حذرين قبل كاس افريقيا التي كما قلت راهي على الابواب، ما بقى لهاش كثير. يعني هل هذا الترشيحات وتغييب الجزائر الى حد ما ربما يجعلنا حذرين قبل كاس افريقيا؟ واش لازم نديروا بكل صراحه؟ انا نعطيك صراحه، نتكلم لك بصراحه. واش انا نفكر، انا عندنا طريقتين. نعم. الطريقه الاولى انه نشارك ونعتمد على انفسنا، نلعبوا ضد الحكام، نلعبوا ضد الكولسان، نلعبوا ضد الجمهور، نلعبوا ضد كل شيء. نركز الا في اللعب ونمثلوا بلد اسمه الجزائر ونمشوا. لازم نتوقع هذه الاشياء منذ الان. منذ الان نعرفوا باللي رانا ماشيين. يفو افوار كيما نقول ان مونطال دو فير داسي، نمشيو ونكونوا اقوياء، خاصه ونعتمدوا على انفسنا ونعتمدوا على اي شيء. يفو با ريبوندر او بروفوكاسيون. نعم. او الثانيه اللي انا نظنها، نبعثوا لا دوزيام ايكيب الجيريان. احنا اللي همنا لا كوب دي موند، ما نلعبوش لا كوب دافريك. نبعثوا الفريق نتاع الابريم يشارك للمشاركه. الجزائر تكون موجوده لغايه الان. معليش، ولا نبعثوا فريق يشارك في مسابقتين. يشارك في مسابقتين، ما عندناش مشكل.